وللأسف القصة دي حصلت بالفعل. شاب قتل جارته بعد ما سرقها وولع في شقتها عشان يداري على جريمته، والسبب كان لعبة قمار على الموبايل. القصة دي لازم تنتشر وكل الناس تعرفها عشان المستهدف هو جيل كامل من الشباب. شاب عمره 17 سنة لسه في مقتبل عمره بدأ يلعب لعبة مراهنات، وطبعا سكتها معروفة، فكسب مرة والتانية وبعد كده بقى يخسر عشرات المرات ويكسب مرة، فالخسائر زادت وهو لسه ما عندوش أي دخل، فيفكر فكرة تخطى فيها حدوده كشاب لسه في مقتبل عمره قدامه مستقبل كبير. والفكره دي انه يروح يسرق شقه جارته اللي عايشه لوحدها وبعدين يتخلص منها بعده طعنات، وبعد كده يولع فيها وفي الشقه كلها عشان يداري على الجريمه ومحدش هياخد باله. وبالفعل نفذ خطته، ولكن لما الناس جت تطفي الحريقه لقت الست مطعونه بعده طعنات، فبلغوا الحكومه فورا، واللي بدورها حققت في القضيه لحد ما تم القبض على الشاب واعترف بكل اللي عمله، وقال انه عمل كده عشان سرق منها فلوس عشان يشحن بيها في اللعبه عشان يعوض خسارته. لكم ان تتخيلوا بقى اللعبة دي ممكن توصل لإيه؟ لكم أن تتخيلوا إن دي قصة من ضمن قصص كتير أسود من دي بكتير. سمعنا كتير عن جرائم سرقة وقتل وخطف وبيع أعضاء وخطف أطفال من ورا القمار الإلكتروني اللي أصبح موجود في كل موبايل بضغطة زر. يا جماعة القمار والله بيجنن الإنسان وبياخده لسكة إدمان أوسخ من إدمان المخدرات، لأن مفيش بعد إدمان الخسارة والسرقة أو القتل من أجل تعويض الخسارة دي. انا متأكد ان بيشوفني نسبة كبيرة من الشباب، عشان كده عملت الفيديو ده. فنصيحتي للجميع الحذر ثم الحذر ثم الحذر من القمار الالكتروني والمراهنات الالكترونية. وهسيب لكم فيديو لو بتشوفوني على اليوتيوب عملته قبل كده من سنة تقريبا عن جرائم كتير حصلت بسبب اللعبة دي بالذات. احذر وحذر غيرك وشير الفيديو ده لاخواتك واصحابك وكل متابعين. واحد خسر كل اللي بيمتلكه وبعدين باع كل حاجة ليها قيمة معاه وخسر فلوسها، وبعدين سحب قرض من البنك وخسر قيمة القرض بالكامل، وأصبح مديون بعد ما كان معاه فلوس وعربية وفلوس في البنك كمان، وكل ده بسبب لعبة الطيارة. وواحد تاني خسر $500,000 في نفس اللعبة وبرضه كانت بدايته 200 جنيه وكان داخل يجرب بيهم، والفلوس دي فيها تحويشة عمره على ذهب مراته على فلوس حاجات كانت غالية عنده وباعها عشان خاطر اللعبة. وواحد تالت دخل يجرب اللعبة فكسب مرة والتانية ونسي نفسه جوه اللعبة وما طلعش من اللعبة غير وهو خسران ما يزيد عن 20,000 جنيه، ودي كانت فلوس شغله مش فلوسه، فساب الشغل واتحبس بسبب انه ما قدرش يرجعها او يسددها. واحد رابع دخل اللعبة وكسب منها مكسب كبير جدا، بس للأسف حصلت مع ظروف خلته يصرف المكسب بتاعه وما يقارب من ضعفه كمان. واحد خامس وده شاب صغير لسه فضل ياخد ويسحب من كارت أبوه لحد ما وصل ل 300,000 جنيه كلهم خسارة جوه اللعبة، وكل سحبة كانت على أمل إنه يعوض بيها. وللأسف الشديد لو فضلت أعد حالات خسارة للسنة الجاية مش هخلص، لأنهم تخطوا ال2 مليون مستخدم من مصر بس. للأسف الشديد اللعبة بقت خطيرة جدا وخربت بيوت ناس كتيرة جدا. عملت فيديو من 2-3 وتقريبا كنا داخلين على رمضان اتكلمت فيه عن لعبة الطيارة وكل ألعاب ابليكيشن 1xbet وكل ألعاب الحظ والمراهنات بشكل عام. ومن وقتها وانا بسمع ارقام خيالية لناس خسرت فلوس كتير جدا في نفس اللعبة، وناس تانية خسرت فلوس كتير جدا برضو في العاب تانية بمسميات تانية واشكال تانية واسماء تانية. ناس كتير شاركت معانا تجربة خسارتها في الكومنتات سواء على تيك توك او يوتيوب او فيسبوك، وناس كتير دخلت كلمتني على الخاص وبعتت لي قصة خسارتها بالكامل. من 3 شهور تقريبا كان عدد مستخدمين 1xbet وصل 2 مليون مستخدم من مصر بس، وده رقم كبير جدا لما يكون الخسرانين بيتعدوا 85% من اجمالي اللاعبين، واللي بيطلعوا كسبانين تقريبا من 10-15%، ولو دخلوا اللعبة تاني هيخسروا اللي هم كسبوه. ما تنساش تعمل لايك وشير الفيديو ده عشان يوصل لغيرك، وتابع تكتيكي عشان نشوف اللي جاي، وصل على النبي.